ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل محشي مشكل تحفة ومعاه كمان وزة مستوية ومحمرة في الفرن، حاجة كده فوق الخيال، ومعاهم كمان ملوخية خضراء. أنا سوزان محمد اللي لسه أول مرة يشوفني، ويلا بقى عشان نبدأ وصفتنا. أول حاجة عندي بتنجان متقور ومغسول، بعد ما صفيته هنزل بالبتنجان في الزيت، هشوحه على الجوانب كلها تشويح فقط لا غير، مش بقليه. الخطوة دي جميلة جدا، بتخلي البتنجان بالذات يعني زبدة وناعم كده وجميل. هبدأ بقى أصفي البتنجان بعد ما شوحته، وهخلص الكمية المتبقية. هنا بقى كنت بنقع الكوسة، بنقعها كذا مرة في المية عشان لو فيها رمل أو أي حاجة بعد ما بقورها. هنا بقى هبدأ أسبك الطماطم عشان المحشي. عندي في حلة على النار هنزل بزيت وزبدة، بعد كده بقى هنزل ببصل مفروم ناعم، وكمان معاه واحد فلفل أخضر مفروم معاه. هبدأ أشوح البصل، طبعا أنا عايزاه ما ياخدش لون، تشويح فقط لا غير. بعد كده هنزل بتوم مفروم، بعد ما يتشوح التوم وتبدأ تطلع ريحته هنزل بقى بكزبرة وكمون. الخطوة دي بتفرق جدا في الطعم، إن أنا أشوح التوابل مع البصل والتوم. بعد ما اتشوحت التوابل مع البصل والثوم هنزل بقى بالطماطم أو عصير الطماطم وملح وفلفل أسود، وهسيب الطماطم عشان تتسبك أو تستوي. هنا بقى الطماطم كانت اتسبكت، بعد كده هنزل بالرز، أنا غسلاه ومصفياه كويس جدا، وهبدأ أقلب الرز مع الطماطم طبعا على نار عالية لحد ما يبدأ الرز يتشرب الطماطم. وبعد كده بقى هنزل بالخضرة، عبارة عن كزبرة وشبت وبقدونس، وهبدأ أقلب كله مع بعضه. وبعد كده بقى هنزل بملح وكزبرة، أنا حطيت ملح قبل كده لكن لقيت الرز محتاج، وهسيب الخلطة دي تبرد شوية. هنا كان الخلطة بتاعتي أو الرز برد، هبدأ بقى أحشي الكوسة، طبعا مش هملاها على الآخر، واحاول اني الكوسه من بره تبقى نظيفه جدا، ما يبقاش فيها رز من بره. وهوقف الكوسه في الحله عشان الرز بتاعها يبقى مفلفل ان شاء الله وما يتهريش او يبقى معجن. بعد كده هبدأ بقى احشي ورق الخاص، طبعا بيتحشي نفس ورق العنب بالظبط، بقفله من الناحيتين وابدأ الف كده او ارول. واهم حاجه ما يقعدش على النار كتير، اول ما يبدأ يطرى ببدأ أصفيه وأحطه في مية باردة عشان ما يكملش سواه أو يتهري. وهبدأ بقى أخلص الكمية بتاعتي. تمام. بعد كده بجيب البتنجان نفس النظام اللي عملته مع الكوسة، بحاول مملاش كتير وأوقفه وأنضفه، حاول أخليه نضيف من بره. وأنا بقى هكمل الكمية دي مع نفسي. هنا بقى هبدأ أجهز لتسوية الوز. عندي في حلة على النار فيها مية، هنزل بمعلقة سكر وشريحتين برتقال وبصل وطماطم ورشة هيل مطحون ورشة كبابة صيني، وهسيب المية تغلي. هنا كانت المية غليت، هبدأ أنزل بقى بالوزة، وهنزل بقى بالكبد والقناصة أو الكبدة والقناصة بتاعت الوزة. بعد كده بقى هنزل بفلفل أسود وملح، طبعا الملح حسب الكمية اللي تفضليها. وبعد كده هنزل بورق لورا، وهسيب الوزة بتاعتنا عشان تستوي. هنا بقى هبدأ أزود شوربة للكوسة عشان تستوي، طبعا مش هزود شوربة كتير في الكوسة عشان هي بتطرد المية بتاعتها، وهسيبها على نار عالية. وهنا برضو البتنجان هبدأ أزود الشوربة ليه وبرضو على نار عالية. وهنا كمان هزود ورق الخس أو محشي ورق الخس شوربة عشان يستوي، وهبدأ أحركه بالشكل ده عشان الشوربة توصل لكل المحشي، وهسيبه في الأول برضو على نار عالية.
هنا بقى كنت باشوف المحشي بتاعي كان ما شاء الله بيغلي من 10 دقايق، هابدأ أوطّي النار عليه تمامًا لحد ما يكمّل سواه. بعد كده هانزل بقى بكوباية من الشوربة، لو حبيت بازوّد تاني هاسيبها تغلي، وبعد كده هانزل بالملوخية، الملوخية دي أنا اللي مفرّزاها، ملوخية خضرا. بعد ما تغلي غلوة واحدة بس على النار هاشيلها وهابدأ أجهّز الطشة. عندي بقى في طاسة هانزل بمعلقتين من الزبدة، وبعد ما يسيحوا كده هانزل بقى بمعلقة من التوم المفروم، وهابدأ أشوّح في التوم، عايزاه يبقى داخل على اللون الدهبي. تمام، هنا كان بدأ يدخل على اللون الدهبي، هانزل بقى بمعلقة من الكزبرة، وهابدأ أشوّح الكزبرة مع التوم. بعد كده هانزل بالطشة على الملوخية وهاسيبها تغلي غلوة واحدة بس. هنا كانت غليت، كده الملوخية خلصت. ودي كانت وصفاتنا النهاردة، أتمنى إنها تعجبكم. أنا سوزان محمد، للي لسه أول مرة يشوفني أتمنى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير، والسلام عليكم.